انت ما دفنتنيش ليه؟ دي الجملة اللي قالها لي ابويا. القصة دي حقيقية، حد من المتابعين بعتها لي، يمكن تكون سبب ان الناس تدعي لوالده بالرحمة. يلا بينا نبدأ. انا اسمي محسن، وبحكي القصة دي وانا جوايا شخص تاني. ايوه، لاني جوايا جن، بس قادر احكي شوية. القصة بتبدأ لما ابويا توفى بعد صراع شديد مع المرض. كان في غيبوبة وبعدها مات. قدام كل الناس ابويا توفى، بس قدامي انا هو لسه عايش، لاني مش قادر استوعب انه توفى وهو زعلان مني. انا عايش بتأنيب ضمير بيصحيني كل ليلة اني كنت بعيد عنه. دايما بنتخانق، دايما كنت حاسس اني بكرهه، والسبب انه كان دايما بيفضل اخويا عليا من واحنا صغيرين. والاحساس ده زرع جوايا كره كبر وسكن وساب اثر لسه عايش جوايا لحد دلوقتي. المهم يوم الدفنة أنا كنت راجع من مطروح بعربيتي، لأني بالمناسبة أنا مهندس بترول وشغلي في قلب موقع في صحراء مطروح 4 ساعات جوه الصحراء في مدقات وطريق صعب جدا. لما سمعت خبر وفاته لا إرادي سبت شغلي ودورت عربيتي وفضلت ماشي في الصحراء لحد ما تعبت على بس مخرج من الموقع، لأني تهت. مسكت الطريق أخيرا وجيت طاير على القاهرة عشان ألحق أدفن أبويا. عربيتي ما كانتش مساعداني أبدا عشان قديمة. وصلت بعد ما دفنوه خلاص وكانوا مشين. خدت العزا من آخر ناس كانوا هناك، وأخويا قال لي يلا. قلت له لأ، امشوا انتوا عايز، أنا قاعد شوية عايز أتكلم مع أبويا. وبالمناسبة مدفننا في البساتين تعتبر قريبة من السيدة عيشة. المهم عز مشي وأمي مشيت وكل الناس مشيوا ما عدا أنا. قعدت شوية قدام المدفن أقول له سامحني يا بابا، أنا آسف إني ما كنتش معاك. المهم كنت تعبان قوي ومطبق في الموقع أصلا، ما نمتش من يومين وهلكان من السفر كمان. قعدت جنب القبر. المهم عيني راحت في النوم، وفجأة حسيت إن في همس جنب ودني بصوت مسموع، صوت حد متعمد يسمعني الهمس المش مفهوم ده. وفجأة سمعت صرخة شديدة، زي ما يكون حد بيتعذب. كل ده وأنا مش داري أنا صاحي ولا نايم. فجأة لقيت صوت جنب ودني شبه صوت أبويا بس أخشن بكتير، بيقول لي حاجة بس زي تعويذة كده مش مفهومة، لهجة غريبة. بس في كلمة اتقالت اللي يعتبر فهمتها، كلمة غجرية، حاجة زي كده. بدأت أفوق بقى واصحى خلاص. في نفس اللحظة صوت قال لي انت ما دفنتنيش ليه؟ مرة تانية الصوت بقى أعلى، ليه؟ تنحت كده، عيني برقت، قلت ايه ده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلت لا، ما هو أكيد اللي في دماغي غلط. يا رب اللي في دماغي يطلع غلط، يا رب. أصلا ازاي؟ ما هو استحالة، أبويا مدفون تحت في التربة خلاص، أكيد مش عايش. فببص في ساعتي بالصدفة، عيني جت عليها يعني، لقيتها 2:30 بالليل. قلت ايه ده؟ ازاي انا نمت كل ده وما حسيتش ولا حد حس بيا؟ ده حتى عربيتي واقفة هي. عربيتي؟ ايه ده؟ فين عربيتي؟ انا كنت راكن هنا، العربية فين؟ لسه هقوم اجري اشوف العربية فين، لقيت ايد ضخمة مسكت رجلي مش عايزاني اقوم. ايد تحسها طالعة من فرن مولعة نار من السخونة. قلت ايه ده؟ في ايه؟ سيبني بالله عليك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلبي كان هيقف من الخضة والرعب، وكنت اقسم بالله هعيط من الخوف. جسمي كله كان بيرتعش وبلف بدور على اي حاجة، طوبة، حجر، اي حاجة اضرب بيها الايد دي. وفجأة سابتني. في اللحظة دي سمعت صوت مش واضح قوي، واطي كده، بيقول لي انت هتدفع التمن. رجلي اتشلت، مش قادر اقوم، وبقيت بسحب في التراب وسط الميتين والمقابر وجنب ابويا اللي لسه مدفون. حاولت اقوم بعزم ما فيا وبعدت شوية عن تربة ابويا، وساعتها فجأة لقيت قدامي
رجل خروف أو معزة أو حوافر غريبة مرعبة، مش خروف، حاجة ملهاش تفسير، أبشع من أي حاجة شفتها. حاولت أبص على وش الشيء ده، رفعت عيني لفوق، لقيت جسم بدون راس حرفيا. تخيل، ضلمة كاملة وهو واقف قدامي، والساعة 2:30 بالليل أو داخل على 3. سمعته بيطلع صوت زي الكلب وهو بيزوم، بس أفظع، صوت يشيب. قرب ناحيتي وببص تاني، لقيت وشه قرب، وش ملوش معالم واضحة، زي الميت لما يطلع من التلاجة أو يتحط في التابوت، وشه أزرق ومنفوخ. كان في شبه من أبويا على حد تاني. حاولت أجمع الملامح في الضلمة الكحل دي. لما قرب أكتر حسيت بسخونة شديدة، كأني قاعد قدام دفاية عالية قوي. وفجأة سمعت صوت كلاب كتير قوي، عشرات، وصوت غربان أكتر. قلبي من سرعة دقاته بقيت مش سامع أي حاجة. كل اللي فاكره إني كنت بحاول أقوم ومش عارف هقوم إزاي. بالعافية تاني سمعت رنة موبايلي، بس الصوت كان بعيد قوي، مش قادر أحدد جاي منين. وفجأة لقيت إيد ضربتني على وشي، أغمى عليا فورا، مدرتش بنفسي. اللي صحاني إني لقيت كلب جاي يشمشم فيا، كلب اسود غامق وعينه حمرا بشكل مفزع. المهم صحيت وفقت شوية، واللي فوقني أكتر صوت أذان الفجر. حسيت إن قلبي اطمن شوية، قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وفضلت أكررها وأنا بعيط. فجأة سمعت صوت ناس ماشية وصوت حد أنا عارفه، ده صوت عم عطية التربي اللي ماسك المقابر، بيقول إيه ده؟ عربية مين دي اللي راكنة هنا؟ جري عليها يشوفها رغم إنها بالليل ما كانتش موجودة، معرفش رجعت إزاي. المهم ما كنتش قادر أنطق، وبالعافية ندهت عم عطية يا عم عطية. جه جري عليا وكان معاه واحد تاني. أول ما قرب لي قال بسم الله الرحمن الرحيم. إيه يا ابني؟ إيه اللي حصل؟ في إيه؟ وفجأة بعد عني كأنه كان عايز يجري، ومن كتر الرعب أغمى عليا تاني. فقت لقيت نفسي بفتح عينيا في سريري في بيتنا، وفي شيخ جنبي وأمي وأخويا وأهلي كلهم حواليا. قلت لهم في إيه؟ قالوا لي الحمد لله إنك فقت، إنت بقالك 3 أيام كده. بص يا محسن، ده عمي اللي بيتكلم، إنت اتلبست في الليلة دي وبقى عليك جن، ومن أقوى أنواع الجن السفلي، وهو على كلام الشيخ بيلعب بيك، مش راضي يسيبك، أوقات يسيبك وأوقات يرجع لك تاني ويلبسك، بس احنا متعشمين في ربنا إنه يسيبك وبندعي لك. ولحد دلوقتي وأنا بحكي قصتي، حياتي اتدمرت، سبت شغلي، سبت حياتي ودنيتي، بس مش مهم. المهم عايز كل الناس تدعي لوالدي ربنا يرحمه ويسامحني ويرحم جميع أموات المسلمين جميعا. بالله عليكم اوعى حد يروح التراب بالليل، مش عايز حد يمر بتجربتي. ونصيحة بجد من قلبي، صلحوا علاقتكم بأهلكم، محدش هيحبك قد والدك أو والدتك، والحقوا صلحوا علاقتكم بيهم واشبعوا منهم قبل ما يبقوا في التراب وتندموا زي ما ندمت. ولحد هنا القصة خلصت. يا ريت اللي عنده قصة حابب يحكيها ويشاركها معانا يبعت لنا على القناة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وفولو لو بتتابعنا على فيسبوك أو تيك توك أو إنستجرام، كل اللينكات في البايو هتلاقوها. وكومنت لو القصة عجبتك أو حصل لك موقف في الطرب زي كده حابب تشاركنا معانا. والأهم شير الفيديو عشان يمكن أكون سبب في دعوة الوالد محسن بالرحمة، وما تنسوش تدعوله في الكومنتات.